لما تفتح كتاب قديم للطبخ تتوقع انك تلاقي وصفات اكل قديمه، انما الكتاب اللي لقوه الثلاث اطفال دول كان كتاب لوصفات سحريه، وكل وصفه ليها طعم ومفعول مختلف تماما. فقول لي دلوقتي مستعد تدخل لعالم السحر ده ولا ايه؟ يلا نبدا بقى. في الحلقه الاولى خليني اقول لك كل اللي محتاج تعرفه عن العالم ده. بص يا سيدي، في كتاب طبخ سحري بيتنقل من مجموعه من الحماه، ودول مهتمين بحمايه الكتاب علشان ما يقعش في الايد الشريره، والكتاب ده بقاله مئات السنين بيتنقل ما بين الاجيال. اما الوصفات اللي فيه بيتم استخدامها عن طريق توابل مسحوره بتخليك تعمل حاجات عمرك ما تتخيلها، زي الاختفاء والتحول وحتى السفر عبر الزمن. بس طبعا كل حاجه وليها عواقب اكيد، زي تجميد البلد بالكامل من غير ما تقصد. والكتاب ده كان مع 3 بنات لفتره من الزمن، ومن خلاله دخلوا في مغامرات جامده جدا. لكن الكتاب دلوقتي مع بنت اسمها زوي، ودي بنت اسيويه اتنقلت كتير في كل البلاد مع امها بعد وفاه ابوها، وحاليا قاعده في مدينه اسمها مدينه الخليج، لان والدتها اتجوزت من شخص تاني عنده مطعم بيتزا هناك، والراجل ده زوجته الاولى كمان ماتت وعنده ولد منها اسمه ليو. وزوي اتصاحبت كمان على جارتهم اللي من اصول هنديه اشلي. وطبعا لانك ما تقدرش تجيب توابل سحريه من السوبر ماركت مثلا، بتقرر ال3 بنات انهم يسلموا زوي واصحابها بذور سحريه علشان يزرعوها في الخفاء ويستخدموها في التوابل وانشاء وصفاتها. ودي قررت انها تعمل غرفه كامله للتوابل على سطح بيتها. بعدها ال3 بنات بيقرروا ان هم يرجعوا لوطنهم ويسيبوا ال3 الجداد يبقوا حماة الكتاب الخطير ده. اما حاليا بقى بنشوف زوي وليو واشلي قدام غرفة التوابل، فبيقرروا يجربوا اول طبخة ليهم من الكتاب. وبنلاحظ ان كل واحد فيهم عنده هواية، يعني ليو بيحب القصص المصورة والرسم، وزوي بتحب الرياضة وكرة القدم، اما اشلي بتحب الشهرة والمتابعين. علشان كده بتدور على وصفة تخليها تختفي وتقدر تدخل ساعتها اي حفلة من غير ما تتشاف. لكن المشكلة ان من ضمن الوصفة نوع لحمة غالي جدا وهم مش معاهم فلوس كفاية يجيبوه، فبيقترح ليو يبيع المجلات المصورة بتاعته، لكن بيتريقوا عليه لان محدش هيشتريها. وبيتفقوا كل واحد يحاول يتصرف ب$25 ويتجمعوا بعدها علشان يطبخوا. ولما بتروح اشلي البيت، امها بتفاجئها ان جدتها الهندية جاية النهاردة، وده علشان تقعد معاهم فترة. وبيبان على اشلي انها مش مبسوطة، خصوصا ان الجدة هتشاركها في الدولاب. اما ليو فبيقف يرسم واحد في الشارع علشان يجمع الفلوس، بس بياخد وقت طويل جدا وبيتوتر، وده بيخلي الراجل يزهق ويسيبه ويمشي. اما زوي فبتروح لعند طفل وبتحاول تشرح له شويه مسائل رياضيه معقده مقابل الفلوس، بس الولد مش بيفهم اي حاجه ومش بيديها فلوس برضه. واشلي بتقرر تبيع ملابس قديمه علشان تنجح اخيرا، بس بيعجبها الجاكيت وبتدخل تشتريه علشان لما يقعدوا ويشوفوا ال$25 بقوا كام، بيلاقوهم بقوا $17. وبيفهموا ان كل واحد فيهم صرف بدل ما يزود، لحد ما فجأة بتدخل عليهم ام زوي وبيعرفوا ان الخزانة عندهم في البيت مليانة بالكراكيب، وبتقول لهم انا تعبت وانا بنقل الحاجات جوه الصناديق. فبتيجي للاطفال فكرة ساعتها وبيعرضوا عليها يرتبوا كل حاجة مقابل انها تديهم فلوس، وفعليا الام بتوافق. لكن بمجرد ما بيوصلوا الخزانة بيتصدموا لانها مليانة بالصناديق التقيلة جدا. بس ليو العبقري بيقول لهم احنا معانا كتاب طبخ سحري، تعالوا نشوف اي حاجة تدينا قوة نخلص الموضوع ده. وبيفضلوا يقلبوا لحد ما يلاقوا وصفة اسمها وصفة الرفع، فبيعتقدوا انها هتخليهم يرفعوا اي حاجة بسهولة، وبيبدأوا فورا في تحضير الوصفة. ولكن ما بقاش في بينهم تعاون، وكل واحد بيعمل اللي شايفه صح، وبيعملوا الطبخة في النهاية وبياكلوها. وهنا بتوصل ام زوي بتقول لهم ما تنسوش تاخدوا الصناديق اللي عليها كلمة قمامة دي للسلة، ولكن في صناديق تانية مهمة. فبيوعدوها يتمموا الموضوع كله بشكل كويس، بس المشكلة لما بيجربوا يرفعوا الصناديق بيلاقوها لسه تقيلة. والصدمة التانية انهم بيرموا كل حاجة مش المفروض انها تتحط في سلة الزبالة. بعدها بترجع اشلي للبيت وبتكتشف ان جدتها وصلت خلاص، وبيبان عليها انها بتحب اشلي جدا. لكن المشكلة ان الجدة مش بتتكلم غير هندي، وكل ما تطلع حاجة من شنطتها بتلاقي اشلي بترجعها الشنطة تاني. وساعتها بتفهم انهم عملوا تعويذة غلط، خصوصا ان ليو كان بيلعب مع اصحابه، وكل ما اصحابه يقولوا له حاجة يعمل عكسها تماما. حتى زوي امها بتدخل غرفتها وبتلاقيها متبهدلة، فبتطلب منها ترتبها على قد ما تقدر، ولكن دي بتقوم مكركباها اكتر من الاول. فبيتجمعوا ال3 مع بعض علشان يفهموا اللي حصل، وبيتضح انهم عملوا مكونات زيادة وكل واحد ما قالش للتاني وهم بيطبخوا. وفجأة الكتاب بيتفتح لوحده على صفحة معينة، وبتبقى الوصفة اللي عملوها انضافت للكتاب، واللي معناها انهم يعملوا عكس اي حاجة تتقال لهم. وكمان بيشوفوا كلمة مكتوبة بلغة غريبة ومحدش فيهم
فيهم عارف ان هو يقرأها. وهنا زوي بتفوق من الغيبوبة وبتفتكر ان هم رموا كل الصناديق المهمة في الزبالة، لازم يرجعوا دلوقتي ويتصرفوا. بس المشكلة انهم لسه تحت تأثير التعويذة، فبيتفقوا يتجمعوا في وقت تاني احسن. واول ما بيوصل ليو وزوي للبيت وبيتورطوا معاهم في حفلة عشاء عاملينها بره، وطبعا ليو وزوي بيعملوا كل حاجة عكس كلام الاب والام، لدرجة ان ليو بيطلب اكتر اكلة بيكرهها في حياته، وزوي بتعمل نفس الكلام، لدرجة ان الاب والام بقوا مستغربين ومش فاهمين بيعملوا كده ليه. وعلشان الموضوع يزيد اكتر بتوصل اشلي وعيلتها لنفس المطعم، وبتبقى الجدة جايبة اكلها معاها للمطعم، ولما بيطلب الاب من اشلي تديها المعالق بتبعدها عنها. ساعتها بتشاور لاصحابها علشان يتجمعوا ويدوروا على اي طريقة للورطة دي، وزوي بتطلب منهم يركزوا علشان المشكلة دي حصلت لانهم ما كانوش متعاونين، بس الوضع بيبقى سيء تماما والكل مستغرب من تصرفات الاطفال الثلاثة. واشلي كانت هتوقع كوباية المية فامها بتحذرها، وطبعا بتعمل العكس وبتقوم وقعاها، فبيقوم ليو وزوي يسيطروا على الموقف. وهنا ليو بياخد باله من حاجة وبيكتشف ان الجملة الغريبة اللي كانوا شافوها في الكتاب محتاجة انها تتقرأ بالعكس، فبيجيب كوباية مية وبيجرب، وبيفهموا ان علشان التعويذة تتكسر لازم شخص يقول لهم خليكم تحت تأثير التعويذة، بس ازاي هيعملوا كده من غير ما يلفتوا الانظار ليهم. وهنا اشلي بتفتكر جدتها، فبتفضل تمسك حاجات في البيت وتقول لها معناها بالانجليزي علشان ترددها وراها، وفعلا بتخليها تقول الجملة المظبوطة علشان يكسروا التعويذة. المهم ان التعويذة فعلا بتتكسر اخيرا، واشلي اول مرة تحضن جدتها وبتشكرها. وبعدها بيرجعوا الحاجات من سلة القمامة وبيلاقوا صندوق عليه اسم والد زوي، وده فيه كل مقتنياته القديمة. فبتقعد تفتكر ذكرياتها مع ابوها، وجنبها ليو وبتقول ان هو كان دايما بيعمل لها مكرونة بالجبنة علشان بتحبها. وفجأة الكتاب بيتفتح على وصفة سحرية بنفس الاسم وكمان مكتوبة بخط والد زوي، وده معناها ان الاب كان يعرف الكتاب بتاع السحر ده وكمان استخدمه. والوصفة كانت بتفرح زوي لانها سحرية وليها تأثير حقيقي. اما بقى الحلقة التانية بتفضل زوي تدور في حاجة ابوها لحد ما بتلاقي شنطة شكلها غريب، وبتكتشف ان ابوها مخبي جواها ورقة كبيرة، وبتطلع الورقة دي وبتكتشف ان هي خريطة لمكان بس مش عارفة هو فين. وبتستغرب اكتر من العلامات اللي موجودة على الخريطة، من ضمنهم علامة لمعلقة وشوكة وسكينة. تاني يوم بيبقى ليو قاعد في مطعم ابوه بيتفرج على ماتش كرة قدم امريكية، ومعاه ولاد عمه اللي بيتفرجوا كل فين وفين علشان يقضوا وقت معاهم، وبيبان ان مفيش حاجة مشتركة ما بينهم وما بين ليو، ولا هو بيحب الكورة ولا فاهم فيها واللي بيقولوه اصلا. ولما بيعرف ابوه بيحاول يقنعه ان هو يختلط معاهم اكتر، وان الكورة ممكن تبقى حلوة مش زي ما هو متخيل. في الوقت ده بتبقى زوي واشلي قاعدين مع بعض، وزوي بتوريها الخريطة اللي لقتها، فبتطلع اشلي تليفونها وتصورها وبتقول هنزلها على المواقع واشوف مين يعرفها. بس طبعا زوي بترفض وبتقول لها الموضوع لازم يفضل سر. اما ليو فبيقرر يفتح كتاب الطبخ وبيلاقي وصفة تخليه يعرف احصائيات اي شيء بمجرد ما يبصله، وبيبدأ فعلا في تحضير الوصفة علشان يقعد مع ولاد عمه ويبهرهم بمعلوماته الرياضية. وبيبدأ بقى يجهز صوابع الجبنة السحرية وبياكل قطعة، واول ما يبص ناحية اي حاجة يشوف كل احصائياتها بطريقة مجنونة، فبيفهم ان الوصفة اشتغلت وبينزل بقى لقرايبه. اما زوي واشلي فبيروحوا لبيت زوي، ولما بتطلع الخريطة توريها للام بتعرفها انها رايحة تقابل صديق قديم لجوزها وجاي يعتذر لها ان هو ما جاش الجنازة مش اكتر من كده، ولما ترجع هتشوف الموضوع ده. في الوقت ده بيقعد ليو مع قرايبه وبيبدأ يقول لهم احصائيات مجنونة، وكل اللي يقوله ليو بيحصل بالظبط في الماتش، لدرجة ان كل اللي في المطعم بيستغربوا. وبتعرف زوي واشلي ان ليو اخد الكتاب من مكانه، ولما بيلاقوه بيشوفوا الصفحة اللي مفتوح عليها فبتجيلهم فكرة وبياكلوا صوابع الجبنة. ولما بيبصوا للخريطة بيلاقوا كل التفاصيل المطلوبة عنها، وبيفهموا ان مكانها المكتبة العامة في المدينة، فبيروحوا لعند ليو ويعرفوا الموضوع، بس مش بيقدر يروح معاهم علشان قرايبه، فبيروحوا البنتين لوحدهم للمكتبة. والمشكلة ان فيها اكتر من 1,000,000 كتاب، فبيستخدموا خدعة الاحصائيات علشان يحددوا مكانه. والناس في المطعم بدأت تزهق من ليو لانه بيتوقع كل الحاجات السيئة لفريقهم، وده بيخسرهم اكتر. اما والدة زوي فبتروح تقابل صديق زوجها اللي اسمه اتش، بس الغريب ان هو لما بيبدأ يتكلم معاها بتحس ان في حاجة غلط لانه بيقول كلام عكس بعضه، بس اتش بيحاول يلطف الموضوع. فبتقول له الام اسكت، ده زوي جابت خريطة لمبنى قديم كده ابوها كان مخبيه، وبتقول لي مش عارفة ده مكانه فين. والراجل اول ما سمع بالكلمتين دول اتصدم وقرر ياخد بعضه ويمشي. اما زوي واشلي فبيتخانقوا سوا في المكتبة، والمسؤولة بتيجي تطردهم، فبيتصلوا بليو يمكن يشوف لهم حل، لكنه بيكون مشغول في الماتش. وفريقه لما بيخسر
بيخسر الكل بيلومه. وقبل ما زوي واشلي يمشوا من المكتبة بتفتكر زوي تمثال الحرية المصنوع من الكتب موجود في المكتبة هناك، فبيدخلوا بسرعة يدوروا فيه، وساعتها بيلاقوا كتاب فاضي تماما. واول ما بيفتحوا الكلام ده ويقفوا عند صفحة معينة بيبدأ الكلام يتكتب فيها، وكمان رمز المعلقة والسكينة والشوكة، وبتتكتب بقى قصة من احد الحماة اللي مسكوا كتاب المطبخ ده. والحكاية بتبدأ من سنة 1875. الراجل بيقول لهم انا ما عنديش وقت كافي لان الاخوين ويسون عرفوا مكاني، انا مادوكس وانا من الحماة، لو انت بتقرأ كلامي دلوقتي يبقى انت كمان من الحماة. وبيكمل كلامه ويقول انا كان عندي صديقين بيحملوا الكتاب معايا واكتشفوا منجم دهب خلى الاخوين ويسون يطمعوا فيه، وعملوا ساعتها وصفة طبخ علشان يكسبوا دهب كتير، والوصفة دي اسمها الخبز المخمر. وفضلوا يعجنوا جزء من العجين كل يوم لدرجة ان الوصفة اصبحت لا تقهر، والاخوين زادوا في الثراء. المشكلة ان منجم الدهب كل نهار بسبب اللي بيعملوه، وناس كتير بتموت وبتتصاب في اليوم ده. ولان مادوكس عرف انهم هيكملوا في طريقهم قرر ان هو يسرق الخميرة منهم وخباها في مكان محدش يعرفه. وعلشان يقدر حماة المستقبل يكسروا اللعنة دي مادوكس عمل لهم 3 عملات معدنية، واول ما ال3 يتجمعوا مع بعض هيوصلوا للخميرة. واول دليل على العملة دي بيكون لغز بيقول لهم كاسي بتجري حوالين مابل لحد ما تقول لها على الحقيقة. طبعا زوي واشلي مش فاهمين حاجة من اللغز، وبينهي مادوكس كلامه وبيقول لهم خلوا بالكم من عيلة ويسون لانهم قريبين منكم. ولما بياخدوا المعلومات دي كلها بيروحوا لليو وبيتصدم وبيقول لهم انا كده كده معاكم، دي شكلها هتبقى مغامرة جامدة جدا. وبيبان ان اشلي بتصور كل حاجة بالتليفون. وفي الوقت ده بنشوف اتش وصل للمكتبة وبيقف قدام كتاب مادوكس وبيعرف كل اللي فيه. اما في الحلقة الثالثة بيقعدوا الاطفال ال3 مع بعض يفكروا ازاي هيقدروا ان هم يحلوا اللغز الصعب ده، على عكس اتش اللي اول ما بيقرأ اللغز بيقول انا عارف فين مكان مابل ده بالظبط. وتاني يوم بتتعرف زوي على طالب في المدرسة اسمه كودي، وده بيفاجئ ليو جدا لان كودي يعتبر اشهر طفل في المدرسة وكمان مشارك في 3 رياضات. وطبعا ليو فاشل بالنسبة له، بس زوي مش بتكون مهتمة علشان شافت زي كودي كتير في المدارس اللي فاتت. وبالليل بتعرف امها انهم طلبوا في المدرسة يكتبوا قصة عن العيلة، وبتبدأ امها تحكي لها ان جدها الكبير شارك في بناء جسر مدينة الخليج، والرئيس بنفسه جه سلم على جدها وشكروا على جهوده. وفي وسط الكلام بتقول لها ده حتى ابوكي كان بياخدك كتير لمنتزه مابل. فبتتصدم زوي وبتفهم ان ده هو المكان المطلوب. وفي الوقت ده بتبقى اشلي مع صاحبتها ليكس اللي هي اخت كودي وبتشتكي لها من جدتها علشان مش مرتاحة طول ما هي في البيت، وكمان رمت الاكل الغير الصحي بتاعها لانها بتخاف عليها من الاكل ده اللي مش كويس. لكن اشلي طبعا مش بتشوف الموضوع بالشكل ده، وليكس لما بتلاقي الموضوع كده بتقرر ترجع لبيتها. وبعدها زوي بتجمع الكل وتقول لهم على موضوع المنتزه. بس المشكلة ان زوي مش فاكرة ذكريات مع ابوها هناك لان كان لسه عندها 2 سنين. وهنا الكل بيبص لبعضه وبتجيلهم نفس الفكرة المجنونة، بيجيبوا كتاب الطبخ السحري وبيدوروا على وصفة تخلي زوي تفتكر ذكرياتها وهي 2 سنين لسه. وبالفعل بيلاقوا الوصفة المطلوبة، وكل اللي هتعمله انها تاكل من الطبخة دي وتركز كويس في الحاجات اللي عاوزة تفتكرها. وبيروحوا المطعم والد ليو علشان يطبخوا هناك، وفعلا بتتمنى زوي تشوف ذكرياتها مع ابوها في منتزه مابل. بس لما بتاكل مش بيحصل حاجة، وفجأة بتلاقي نفسها شايفة ابوها وهم قاعدين في المنتزه بالفعل، وبيتضح انها بيغمى عليها وكأنها بتشوف الموضوع زي الحلم. فبتخاف اشلي لانها كانت ممكن تقع لو مش موجودين حواليها، وكمان لسه ما عرفتش اي معلومة مفيدة. بس هي مبسوطة علشان شافت ابوها كمان مرة، ولان الوقت اتأخر بيقرروا يتجمعوا في وقت تاني ويكملوا. وتاني يوم بتبقى زوي في المدرسة وبتشوف المدرسة بتكتب حاجة معينة، الحاجة دي بتنشط الذاكرة عندها وبتخليها تشوف ابوها من جديد، وبيحكي لها المرة دي عن كتاب الطبخ السحري. بس بيبان ان هو تعبان وعمال بيكح بشكل غريب. لما بتفوق زوي من ذكرياتها بتلاقي نفسها نامت في الحصة، فبتجيلها المدرسة وبتقول لها انت ما عندكيش بيت تنامي فيه، لازم اكلم امك اعرفها. فبتروح لليو علشان يشوف حل للموضوع لان بكرة زوي عندها سباق ولازم تذاكر. فبيوعدها ليو يحاول بكل الطرق علشان يكسر التعويذة دي، وبيتجمع ال3 مع بعض وبتفضل اشلي كالعادة تصور الشغل اللي هما بيعملوه في التعويذة. وهنا ده بيفهم ان التعويذة دي بالتحديد مش هتتكسر غير بحاجة عاطفية. وفجأة بترجع زوي تفتكر ذكرياتها من تاني وبتشوف ابوها قاعد مع امها، وبتلاحظ موضوع التعب عليه لكن بيحاول يداري عن الام حتى. ولما بتفوق من ذكرياتها بتلاقي امها موجودة وبتقول لها
لها هتنامي بدري النهارده، ما تروحيش تنامي في المدرسه تاني. وتاني يوم اشلي بتاخد بالها ان الجده فعلا بتحبها ومحتفظه بكل صورها وهي صغيره وكاتبه عليها اميرتي، وبتفهم ساعتها انها كانت غلطانه في تعاملها السيء معاها. وبعدها زوي بتعرفهم ان في احصنه دواره بتشوفها في ذكريات ابوها دايما، واكيد دي ليها علاقه بالمنتزه. فبيروحوا على هناك وبيدخلوا للاحصنه الدواره، وساعتها زوي بترجع تشوف ذكريات من تاني، والمره دي بتفهم ان اسم كاسي في اللغز بيدل على واحد من الاحصنه دول. وبعد ما يلاقوه اخيرا بيفضل اخر جزء من التعويذه وهي انهم يقولوا وصفه الحقيقه، وفعلا بمجرد ما بتقولها زوي بتفتح بق الحصان وبيطلع من جواه صندوق غامض، وبتشوف جواه اول عمله من الثلاثه اللي هيوصلوهم للخميره الخطيره. وبيقرر الاطفال الثلاثه انهم يركبوا الاحصنه ويستمتعوا حتى بنجاحهم، وبيبان ان اتش موجود وبيراقب كل اللي بيحصل. وبالليل بتقرر اشلي تجرب اكل جدتها وفعلا بيعجبها، فبتيجي الجده كمان وبتسخنه. وتاني يوم بتقف زوي علشان تحكي قصه الجد اللي امها حكت لها عليه، بس المشكله مش هنا، المشكله مع كودي اخو ليكسي. لما بيطلع يحكي قصه عيلته بتبقى الصدمه انه من عيله ويسون الجشعين، وعنده اعتقاد ان حد ضحك على اجداده واخد منهم الخميره وشكلها هتبقى دمار الفتره اللي جايه. بعدها في الحلقه الرابعه زوي بتفكر ليو بكلام مادوكس لما قال ان ويسون هيفضلوا قريبين منهم، وفي الوقت ده بتبقى اشلي قاعده مع ليكسي ولسه ما تعرفش حاجه، ولما بيتصل بيها ليو مش بترد عليه، وبيتضح انهم كانوا اصدقاء بس قعدوا فتره مش بيتكلموا لحد موضوع الكتاب ده. وبيدخل بقى اتش عليهم وهو وكودي لانهم بيذاكروا في بيت ليكسي، واول ما بتمشي اشلي بيقف اتش وكودي يزعقوا مع ليكسي. الاب بيقول لها عرفيني بسرعه، البنت دي ما قالتش حاجه عن السحر او عن اللغز الجاي. فبتاكد له ليكسي انها ما حكتش اي حاجه ومش بتكون مصدقه موضوع السحر ده كله اصلا، وشايفه ان ابوها واخوها بيبالغوا مش اكتر. لكن اتش بيفضل يزن عليها ويقول لها دوري بس كويس ورا صاحبتك وساعتها هتتاكدي من كلامي. ولما بتتجمع اشلي مع زوي وليو بترفض تصدق ان ليكسي ممكن تخونها، وبتتضايق جدا لدرجه انها عايزه تجرب تعويذه الاختفاء. ولما بيعرفوا انها كانت في بيت ليكسي بيزعقوا معاها علشان العمله في شنطتها، فبتفتح العلبه فرن وبتتاكد انها موجوده. وساعتها ليو بيقترح انهم يخفوا العمله دي في مكان سري، فبيروحوا لبيت ليو علشان يدوروا في الكتاب. وبمجرد ما بيدخلوا بيظهر واحد من اصحاب ليو علشان يتكلم معاها، وبيبقوا اب وام زوي خارجين، وبيقرر الاب ان هو يدي لزوي الكاميرا بتاعتها تصور بيها شويه، فبتشكره جدا وبتحضنه كمان. ودي كانت حاجه تفرح الاب لانه لسه متجوز امها جديد وعايزها تاخد عليه. وبيتضح ان الولد اللي جه لليو بيكون شغال على مشروع مجله قصص مصوره، والمفروض ان ليو كان يسلمه مشاريع الرسمه لكنه اتاخر، وبيلوم عليه علشان بقى بيمشي مع اشلي وزوي وبينسى نفسه. وكمان بيهدده ان هو هيستعين بواحد صاحبه رسام برضه وهيطرده لو ما جابش الرسومات بكره المدرسه. فبيقرر ليو يقعد يخلص الرسومات فعلا، واشلي وزوي الاتنين دول بيلاقوا تعويذه للاخفاء علشان تخفي الاشياء اخيرا. وبيجي ليو بيعرف الموضوع، وكمان في وصفه مضاده لما يحبوا انهم يرجعوا العمله يعملوها وهترجع على طول. وبالفعل بيبداوا في تجهيز الوصفه السحريه، وبمجرد ما بيشربوا الوصفه كلها بيتفتح باب سري في الجدار وراهم، وعلى طول بيخبوا فيه العمله السحريه وبيقفل بعدها. وطبعا محدش هيعرف يفتحه تاني غير التعويذه المضاده. وتاني يوم بتروح اشلي تفتح خزانتها في المدرسه، وبتلاقي ليكسي والعلاقه بينهم متوتره خالص لدرجه ان الاتنين بيتفقوا ما يقعدوش مع بعض النهارده. بعدها زوي بتلاحظ ان ازازه الميه بتاعتها اختفت فجاه، واشلي كمان اختبار المدرسه بيختفي من قدامها بشكل غريب، وحتى ليو بيلاقي الاكل بتاعه اختفى. وعلشان الموضوع يكمل الكاميرا اللي ابو ليو اداها لزوي بتختفي هي كمان. ولما ليو بيقابل صاحبه علشان يسلموا الرسومات بيلاقي ان كل الورق اللي معاه فاضي. صاحبه طبعا بيفكروا بيتريق عليه، ولكن بيقرر يتعاون مع حد تاني علشان يخلص المشروع. فبيتجمع التلاتة مع بعض وهما مش فاهمين اللي بيحصل. ولما بتحاول اشلي تستخدم تليفونها بتتصدم ان هو اختفى. ولما بيروحوا يدوروا على كتاب الطبخ مش بيلاقوه، فبيحاولوا يكسروا الحيطة وبيفشلوا طبعا. فبتقترح اشلي يعملوا وصفتهم الخاصة لان لسه عندهم توابل. وفجأة بيوصل والد ليو للمكان وبيقول لزوي معلش اديني الكاميرا اصور كام
لازم حاجه بيها في المطعم ضروري، فبتصدمه زوي انها ضاعت منها، فبيسكت الاب وبيطلع وهو مش عارف يكلمها. ولما بيروح يعرف امها بتقول له احنا بقينا عيله واحده خلاص، لازم تعاملها وتعاقبها زي ما بتتعامل مع ليو. وبتقدر اشلي تعرف الوصفه المظبوطه اللي هترجع لهم الحاجات المفقوده، وبيقف ليو علشان يبدا في الطبخ، بس ابوه بيدخل وبياخد زوي يتكلم معاها شويه. ولحسن الحظ زوي بتبقى ذكيه وبتشكره جدا على الكاميرا وبتعتذر انها ضيعتها، وبتاكد له انها هتدور عليها لحد ما تلاقيها. في الوقت ده بيكون ليو واشلي بيطبخوا الوصفه، وبيبان ان العلاقه متوتره بينهم شويه بسبب ان ليو ملوش اصدقاء كتير عكس اشلي، فبتحاول تفهمه ان عادي يبقى عندها اصدقاء كتير وهو كمان. وبعد ما بتنجح الوصفه الباب السحري بيتفتح فعلا وبيلاقوا كل حاجه اختفت من معاهم، لكن المشكله انهم مش بيلاقوا التليفون بتاع اشلي، وساعتها بيفهموا ان هو ضاع بجد مش اختفى بسبب الوصفه. فبتقلق اشلي لان عليه كل حاجه عملوها وحتى مكان العمله والالغاز. في الوقت ده بنشوف اتش ماسك تليفون وبيشوف عليه الصور والمعلومات، وبيتضح ان ليكس هي اللي سرقته، وبتلوم نفسها لان اشلي كانت صاحبتها المقربه، بس ابوها بيحاول يهديها ويوريها الصور علشان تتاكد بنفسها من الموضوع. وتاني يوم بيجري ليو ورا صاحبه وبيوريه الرسومات وبيقدر يقنعه تاني بالفريق. اما اشلي بتشوف ليكسي بترجع التليفون مكانه، فتروح تزعق معاها والاتنين بيشدوا سوا، وبتبقى ليكسي متضايقه علشان ما حكتلهاش حاجه عن سرها الكبير وهم اصدقاء مقربين. فبتعرفها اشلي ان المطلوب منها تحافظ على الخميره من عيلتها، لكن ليكسي مش بتهتم بالكلام ده وبتقول لها احنا هنسبقكم خطوه دايما وهنرجع حق عيلتنا. وبالليل والد ليو بيلاقي ان زوي سايباله الكاميرا وبيفرح جدا، ولما بيتجمعوا الثلاث اطفال مع بعض بيبداوا يفكروا هيعملوا ايه في الدليل التاني على العمله، وبيكتشفوا ان العلبه اللي كان فيها اول عمله جواها جهاز موسيقي معين، بس الغريب انهم لما بيشغلوه مش بيطلع اي صوت. لكن الاكيد انهم دلوقتي سابقين عيله ويسون بخطوه. عيله ويسون اللي في نفس الوقت ده بيطلعوا ازايز غريبه من عندهم، وبيقدروا انهم يفهموا يستخدموها ازاي بفضل الصور بتاعه اشلي. وفي الاخر بقى هل هتقدر اشلي وزوي وليو انهم يلاقوا الخميره السحريه قبل عيله ويسون؟ ويا ترى اللي هيسيطر على الخميره دي فعلا هيسيطر على دهب العالم كله؟ وكل ده واكتر بقى في الجزء الجاي. عرفونا رايكم في الكومنتات وبس كده.